كوبايه دقيق، كوبايه كده وربع. تمام. نحط عليها 2 مرقه دجاج. استنى بس افتحها. ماشي. وعندي بعمل رز ببصل، فاكيد كلكم عارفين. انا كده بحمرها البصلايه وانا لسه اعمل الحاجات دي. نفتفتها كويس بس. استنى بس اقلب البصل وارجع لكم. ماشي. ما تنسوش بقى اللايك، فرحونا باي لايك كده. كده انا فتفت جبت 2 مرقه دجاج وحطيته. احنا بنعمل الجفر بتاع الفراخ صح؟ كبر. ودي معلقه ملح صغننه. معلقه كمون صح؟ لا، فلفل اسود. ايه ده، ما حاسه ان هي كمون دي. اهو ده فلفل اسود. ماشي. ده ايه؟ نحط 7 بهارات. 7 بهارات. ماشي. برضو نص معلقه. تمام. نحط بقى نقلب كده كويس. نحط الميه. ده هنعمل طريقه كنتاكي في البيت واحلى من بره. هنجيب شويه ميه تاني. انا بقى اقعد اقلب عشان بصراحه بعشق الحاجات دي. ماشي. لا اصبري يعني. هاتي وانتي قلبي. مش انتي عايزه تقلبي؟ ايوه. قلبي اتجاه واحد بس، اتجاه واحد. لا انت كده غلط. قلبي اتجاه واحد كده ممكن تلتلت مني صح؟ بس حبتين وبروح هاتي كده من الجوانب. قلتلك ما تجيش اتجاهين، اتجاه واحد بس كده. بس استنى بقى هوريكم كده بقى الطريقه. بصوا عامله ازاي. بس هي هتبقى كده. تمام. وهنحضر بقيه الطريقه. على فكره هتتجننوا عليها، هتتجننوا. مش هتفرقوها من بتاعت بره، بس عايزه اقول لكم بتاعتكم انتوا احلى. انا الصراحه بامانه علم ربنا انا مش بستطعم بتاعت بره نهائي وبقرف منها جدا، لكن انا في البيت منضفاها وعاملاها طعم احلى من بتاعت بره. جربوها وعلى ضمانتي. كده هيبقى فاضل بس الدقيق. هعمله ناشف واحط له برضك فيه توابل. هنا اهو كده بحمر البصله واحط الرز وشويه ميه والتوابل بس. مش محتاج حاجه افتكاسات الرز. بصوا بقى انا خلصتها. تمام. طبعا انا سلقه الفراخ كويس قوي انا عشان انتوا عارفين انا بفرز الفراخ. فانا اهي الوراك سلقتها طبعا غسلتها كويس. طبعا بقى انا هحطها كده في الخلطه ولسه هسيبها عقبال ما الولاد يجي يتغدوا يكون شربت الطريقه. اجيب شوكه اطلع بيها الفراخ. تمام. حطيتي كده كمان. طبعا غسلها كويس ونقعاها بملح وشويه خلي كده فوته كده ما يبانش. تمام. وبعد ما تخلصيها تحطي بقى في الشوربه. تحطي لها ورق لورا وبصلايه كده تاني جبتيها على دي عشان نعرف نقلب بس. نجيب برضو كده اخر واحده كده. البصل هتتحرق كده. انا بقى ممكن اجرب. يا ماما انا جبت مرقه الدجاج وكل الحاجات دي. تعالي عشان انت مش هتعرفي تصوري مع دي. تشربها من التتبيله كويس قوي. تمام. بس كده. على فكره التليفون هيقع جوه الطبق. بس هحطها في التلاجة لحد ما نيجي نعمل الغدا. بس عقبال ما انا بعمل الرز بقى دوت فيجيتار وحطيت عليه شويه دقيق وحطيت مرقه دجاج وحطيت فلفل اسود و7 بهارات. تمام. حطيت كل الحاجات دي. ما بحطش نشا ولا اي حاجه. حلو الكلام. حلو الكلام. نحطه بقى كده على جنب. نجيب بقى اللي احنا تبلناها دي. نشيل دي بقى على جنب. ناخد دي بقى كده كده زي ما هي كده. بصوا
نحاول نلزم من هادي كده على قد ما نقدر، بس كده. نحط هنا كده. بصوا بقى نحب نعمل بقى كده ايه كده. ده انت بقى انت اجدعها من الكنتاكي بقى. اصبري بس كده، انا هوريكي حركه تانية. بصوا لازم نشربها الفيجيتار كده. بصوا ما تخليش قلت له هتحطيها هنا تاني. لا 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 خلاص ماشي. بصوا بقى اقعدوا كده دبوا كده عشان تعمل اللي هي بصوا الحركه اللي هي بتاعت كنتاكي دي، دبوها كده. بصوا اقعدوا لازم تعملوا الحركه دي كده عشان تعمل الحركه دي كده. تمام. بصوا بقى كده دي اول واحده بس، يعني زي العواميد ماشي. نحاول نغرقها على قد ما نقدر ماشي. عايزه اقول لكم الريحه قلبت الشقه. طبعا عملت رز البصل، مش عايزه تبقى جامد. بصوا تدبوها كده بس كده نقلبها. بصوا احنا بقى بنحب اللون دوت. تمام. انا بالذات بحب الحاجه كده. عايزاه كده ولا عايزاه زي التاني؟ خلاص نكتب شويه. ثواني عشان بس يا ماما. انا بحب اللون كده، اولادي بيحبوا اللون اللي زي كده بس يعني شويه بس. بصوا سامعين الصوت؟ بس لما اخلص اوريكم. عملت الرز ببصل بس مش اللي هو المحروق زي بتاع السمك، لا حاجات بسيطه كده ماشي. وهنا بقى بصوا سامعين الصوت؟ بصوا سامعين؟ بصوا المحروقه دي بقى بتاعتي، انا بحب المحروقه بس كده. جربوها وبجد هتعشقوها مش هتحبوها. و يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله. ما تنسوش اللايك وتشتركوا في القناه وفعلوا الكل عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. باي باي.